حيث عرفت بلادنا في الفترة الممتدة من 13 إلى 20 فبراير تساقطات مطرية قوية وعواصف ثلجية، حيث وصل سمك الثلوج ببعض المقاطع الطرقية إلى أزيد من 150 سنتيمتر، خاصة على مستوى الأطلس الكبير، مما أدى إلى حدوث اضطرابات في حركة السير وصلت إلى حد الانقطاع بعدد من المحاور الطرقية إلى غاية يوم الأربعاء 22 فبراير 2023. ومن أجل ضمان استدامة حركة السير تم فتح 57 محورا طرقيا، وتتواصل حاليا المجهودات من أجل فتح المحاور الطرقية المتبقية والبالغ عددها 3 محاور، نظرا لحجم الأضرار التي لحقتها جراء الفيضانات. مكنت هذه التدخلات من فك العزلة عن حوالي 434,777 نسمة تهم الساكنة القاطنة ب 55 جماعة ترابية موزعة على الأقاليم ال11 التالية: الحوز، ورزازات، تارودان، تنغير، ميدالت، شيشاوة، طاطا، قلميم، الرشيدية، زاكورا، شتوكا، إنزكان التابعة لكل من جهات درعا فيلالت ومراكش أسفي وسوس مسا. تم التعبئة 409 من الآليات تهم الشاحنات والكاسحات والنافخات الثلوج وآليات التسوية، وتم إصلاح كل الأعطاب التي عرفتها شبكة الكهرباء وشبكة الهاتف بإقليم ورزازات وإقليم زاكورا إقليم تارودانت، مع ملاحظة أن العودة إلى الوضع إلى نسبة 100% بخصوص شبكة الكهرباء والهاتف بإقليم تنغير يتعلق فقط بفك الحصار عن 4 دواوير، وهي العملية الجارية. الخدمات الصحية تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك تم تنظيم 26 قافلة طبية متخصصة، حيث فاق عدد المستفيدين 16382 شخص، كما تمت برمجات 35 قافلة بمعظم أرجاء الجهة وتوزيع 74 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية. تدخلات تمت مجموعة من التدخلات عبر المروحيات وأيضا عبر سيارات الإسعاف. بخصوص السؤال المرتبط بالدعم الذي تخصصه الحكومة لمادة القمح الذي يستهلكه المغاربة، هذا في حدود تقريبا 1 مليار. أنا أتحدث عن الدعم الذي يتم تخصيصه عبر صندوق المقاصة، لكن ربما المعطيات حول المبلغ ديال الاستيراد بشموليته ربما أنه نوجده في ندوة صحفية إن شاء الله أخرى. بخصوص الاحتجاج، بلادنا هي بلد ديمقراطي وبلد اللي فيه قوانين وفيه أيضا الحريات وفيه أيضا الاحتكام إلى المؤسسات، وهذا كله الحكومة تحرص كل الحرص على أنها تقيد به بشكل دقيق.